يا مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. النهارده كده هنعمل حاجه حلوه للفطار الصبح كده مع كوبايه شاي بلبن او مع طبق جبنه كده فته. بصوا، حاجه كده سهله وسريعه وطعمها تحفه وريحتها خطيره، وكمان كده هتملي البيت خير بمكونات بسيطه جدا، وكل حاجه ان شاء الله هنعملها في البيت على ايدينا. بس اهم حاجه ما ننساش نصلي على النبي في الكومنتات وادعوا لي دعوات حلوه، وحطوا اللايك الجميل بتاعكم اخر الفيديو، واكتبوا لي كومنت حلو وقولوا رايكم ايه في الفيديو. لو انت اول مره تشوفيني، انا ايمي محمود ودي قناتي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تنزلي تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. يلا بقى تعالوا كده نسمي بالله. اول حاجه كده معايا بلح فايض كده من رمضان، وكانت كميه كتيره، فقمت كده جبتها وغسلتها كويس خالص وفتحتها كده، طلعت النوى اللي فيها، وبعد كده غسلتها وصفيتها كده كويس من مرة واتنين وتلاتة لغاية كده ما الاقي المية طالعة كده نظيفة وفاتحة. بعد كده هجيب كده نص كوباية من المية، وهجيب حلة واحط فيها كده البلح، وافضل كده اقلبه واحطه على النار. انا دلوقتي بعمل يا بنات العجوة اللي هحشي بيها الجراجيش او المنين، او لو كمان هتعملي الجرس. بصوا بتبقى حلوة هي في كل حاجة، لو هتاكليها كده اكل اصلا بصوا مغذية جدا ومشبعة وطعمها حلو خالص. حتى لو هتحشيها كده في السندوتشات مع اي حاجة تانية. يعني لو مش هتعملي الوصفة كاملة وحابة تعملي وصفة العجوة، دي وصفة العجوة سهلة جدا ومفيهاش اي افتكاسات، وهتطلع احلى بكتير من اللي بنشتريها من بره. بس انا كده حطيت البلح على النار وسبته كل شويه، فضلت احط له شويه ميه تاني غير الميه اللي حطيتها، وفضلت اقلب كده فيه كويس لغايه ما البلحه كده هتطرى. ما تقوليش البلحه بتاعتي ناشفه مش هتطرى، لا، اي بلح حتى لو ناشف خالص تحطي له كده شويه ميه وعلى النار، كل ما يشرب هتضيفي له تاني لغايه ما خلاص تلاقي البلحه بتاعتك طريت خالص. بعد كده هنجيب الهراسه دي بتاعت الفول، ههرسها كده بيهم كويس لغاية ما اتأكد ان كل حاجة خلاص طريت وبقت تمام. وبس كده هسيبها واطفي عليها واسيبها لغاية ما تبرد. بصوا قوامها ده، هي كانت لسه على النار، انا كنت موطية عليها طبعا، كل ده على الواطي. بعد ما بتغلي غلوة والتانية بوطي عليها على طول. بصوا ده قوامها خلاص، هي شربت كده كل المية. هسيبها بقى تبرد براحتها. شايفين كده بعد ما بردت اتمسكت اكتر، بقت متماسكة خالص كده. هجيب بقى بعدين الكبة او الهاند بلندر واضربها خالص فيها كده، وانعم كل حتة من البلح، اخليها كده ناعمة خالص وتبقى طرية. يعني هي ما شاء الله طريت وبقت متماسكة، بس عشان نخليها كده قوامها متماسك اكتر نعملها بالكبة. وبس كده احط كده كل الكمية او على كد الكبة ما تشيل، وهضربهم واحط كده معلقة سمنة واحدة بس. وزي ما قلت لكم ممكن تعملوها بالهاند بلندر هي وفي الحلة كده ونضربها، هتسهل علينا احسن من الكبة شوية. وبس كده بحط كده حوالي معلقة سمنة كبيرة عشان يبقى القوام ناعم، ولو مش حابة عادي مش مشكلة. شايفين قوامها ناعم ازاي؟ بقيت كلها كده حتة واحدة وناعمة. بصراحة يعني مرحلة الكبة دي مهمة جدا في العجوة، ان احنا نضربها في الكبة بتنعم كده وبتخليها متماسكة وناعمة خالص وطرية زي اللي بنشتريها، بس احلى بكتير. وبصوا عملت لي كمية حلوة ازاي. وده قوامها ده كده قبل ما احطها في التلاجة. وبس كده ممكن نحفظها بقى في الفريزر ونطلعها قبل استخدامها بساعة عشان تفك شوية. وكمان لو انت عاملة كمية قليلة ممكن نسيبها في التلاجة تقعد معانا برضو فترة حلوة
في التلاجة، انما لو عاملة كمية زي دي لا شيليها في الفريزر كده احسن واضمن يعني. بس كده وصفة العجوة خلصت. تعالوا بقى لو عايزين نعمل كده شوية جراجيش او جرس في العجوة، تعالوا نشوف الطريقة السهلة بتاعتنا. انا اول حاجة كده جبت كيلو من الدقيق ونخلته حلو خالص، وحطيت عليه معلقتين سمسم، وهحط معلقتين سكر سواء في الخميرة او في الدقيق، بس انا ضفتها في الخميرة عشان تساعد في ان الخميرة تتفاعل وتختمر بسرعة. نيجي بقى للدقيق، انا زي ما قلت لكم حطيت معلقتين سمسم وسنة ملح كده، وحطيت باكت من البيكنج باودر او كيك شيف، انا حطيت الكيك شيف. حطيت كده كل المكونات الجافة وقلبتهم كويس، وحطيت معلقة خميرة في كوباية المية اللي انا ركناها ورا دي وسبتها كده تتفاعل، وحطيت زي ما قلت لكم معلقتين السكر. ان شاء الله هحاول اكتب لكم كل المقادير دي في صندوق الوصف. بعد كده ما حطيت المكونات الجافة على الدقيق، هحط كوباية سمنة وكوباية زيت وهبسهم بس زي ما انتوا شايفين كده، هبسها بس كده بين ايديا هتبقى كده مرملة كده. بعدين هحط كده كوباية المية اللي فيها الخميرة والسكر وهعجنهم كويس. وبعدين في نص كوباية لبن، لو عايزة تضيفيها نص لبن براحتك، لو ما عندكيش لبن ممكن نضيفها مية. انا بصراحة ضفتها مية وكملت عجن تاني وسبتها تختمر. وادي العجوة اللي انا عملتها، خدت كده منيها حوالي 3 معالق كبار وهشيلها تاني. والعجوة دي هضيف عليها سمسم مع حوالي برضو معلقتين كبار من السمسم المحمص. ولو هي العجوة بتاعتك ناشفة شوية ممكن تضيفي لها سمنة، انما هي يعني لو انت شارية العجوة من بره ومش عاملاها في البيت لازم تضيفي لها معلقة سمنة كبيرة علشان تبقى طرية، انما احنا شايفين طرية ومفيهاش اي حاجة، فانا مش هضيف لها غير السمسم. بس كده هجيب كيس وبس كده يا بنات. نيجي بقى للخميرة. بسم الله ما شاء الله كانت اختمرت حلو خالص. هقسمها بقى انا على نصين، نص هحشيه زي المنين كده بالعجوة، والنص التاني هسيبه سادة. وبراحتك لو حابة تعمليها كلها بالعجوة او كلها سادة طبعا براحتك، او ممكن نعملها جرس زي ما عملناها في فيديو قبل كده. نيجي بقى للمرحلة دي مهمة، نيجي بقى للخطوة المهمة دي. انا جبت كيس تلاجة عادي خالص وفتحته كده بالمقص من النص وفردته على الرخامة. فكرة الكيس دي هتسهل عليك ان انت تتلافي العجينة كويس من غير ما تلزق معاكي في الرخامة او لا او هنا السيليكون، المفرش السيليكون بتاع العجين برضو بتسهل عليك خالص. المهم انا كده فردت الكيس على الرخامة وفردت العجينة عليه، ونحاول نسويها كده نخليها كده مستطيلة او مربعة تبقى متساوية نفس كمية على قد كمية العجوة. انا العجوة دي برضو عملت نفس فكرة العجينة، عملتها على العجوة واو، بس فردتها بين كيسين يعني كيس تحت وكيس فوق. وانا دلوقتي اهو احط العجوة على العجينة اللي فردتها، وبصوا كده ندوس كده بالراحة بايدينا علشان تطلع من الكيس وتمسك في العجينة كويس. بصوا بسهولة خالص. وممكن انتي لو عايزة من الاول للاخر تعمليها بالمعلقة ومش حابة فكرة الكيس دي براحتك. بس كده انا الكيس تحت العجينة وبلف رول كده بالراحة خالص. وممكن لو العجينة بتاعتك حسيتيها كبيرة، يعني انا ممكن هنا كنت قصتها وبعد كده كملت رول تاني عشان الرول بتاع المنين ما يبقاش كبير. بس انا برضو ما خدتش بالي ومش مشكلة، فانا جيت هنا قصتها قطعتها كده بالسكينة. نحاول على قد ما نقدر نخليهم قد بعض. نيجي بقى للنص التاني هفرده كده كويس، ولو كبير ممكن نقسمه ونعمله مرة تانية.
افرده كده كويس وافضل اطبق فيه زي ما انا بطبق، زي ما انا طبقت من شوية. بعد ما افرده اجي مطبقاه تاني واطبطب، عشان التطبيقة دي بتطلع معانا المنين كده، الجراجيش بتطلع معانا هشة ومفرغة كده من جوه. الحركة بتاعة التطبيق دي مهمة جدا. بس كده قصيتها كده بالسكينة المشرشرة. بتدي شكل حلو، وعادي لو بالسكينة العادية. بس كده هحطهم كده كلهم في صواني، من غير طبعا ما ندهن الصواني اي مادة دهنية، لان هي فيها كمية سمنة كويسة. متخافوش مش هتلزق ولا اي حاجة. اهم حاجة ندخلها في فرن ساخن جدا، اولع الفرن من فوق ومن تحت. لو ما عندكيش الفرن من فوق نولعها من تحت، ولما تتحمر بعد كده نولعها من فوق. دي كانت كل الكمية بتاعت الجراجيش والمنين. حطيتهم كده في علبة محكمة الغلق. وبصوا بقى، تعالوا كده نشوف الحلاوة. بصوا دايبة من اول كده، ما بكسمها بتتجسم على طول ومفرولة كده. بصوا شايفين طعمها خطير جدا، وريحة العجوة في البيت بصوا خطيرة، لازم تجربوها. وريحة المنين برضو بعد ما خبزته كانت ريحته حلوة خالص. آه بصوا الجراجيش كمان هشة ومفرولة. ده طبعا كانت مفرغة كده من جوه، عشان احنا طبقناها مرة واتنين. وبس كده كان بسم الله ما شاء الله، كان طعمه حلو خالص وريحته جميلة. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وتكونوا استفدتوا من الفيديو باي معلومة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تحطوا لي اللايك الجميل بتاعكم، ده بيفرق خالص معايا وبيشجعني ان انا اصور فيديو على طول. واكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين اي سؤال، واكتبوا لي الوصفة الجاية عايزينها تكون ايه. كل سنة وانتم طيبين.